يا مساء العسل. فيديو النهارده حلو قوي. لان انا عامله فيه الشاورما السوري، شاورما اللحمه وشاورما الفراخ بطريقتي. يا رب يا رب تعجبكم، اتمنى ان انتوا تجربوها. عشان ما اطولش معاكم نخش في الموضوع على طول. عندي هنا لحمه بوفتيك، انا مقطعاها شرايح طويله كده زي ما واضح قدامكم. انا بعملها نص تجميد، يعني بعد ما بتتجمد شويه بقوم مقطعه بقى اي حاجه، اللحمه او الفراخ بتاعتي، سواء ان انا عايزه اعملها صغيرين او شرايح. التوابل بتاعتي لشاورما اللحمه والفراخ ملح وفلفل وكمون بس، مستردة، زبادي، الخضار بتاعي بصل وطماطم وفلفل الوان وفلفل اخضر وطبعا حامي لو انتوا عايزين. لشاورما الفراخ بس هزود توم زي ما واضح قدامكم، وليمون، وطبعا حبة خل. ده لشاورما الفراخ، دي الحاجة الزيادة، وزيت طبعا علشان الطاسة. اول حاجة هعملها اقطع الخضار بتاعي علشان يبقى جاهز. بعد كده هقوم جايبة بولة نازلة عليها باللحمة بتاعتي كلها، وعليهم زبادي، علبة زبادي، سواء شاورما اللحمة او شاورما الفراخ، والملح والفلفل والكمون، معلقة مستردة كبيرة، واقلب. بس كده تتبيلة الشاورما بتاعت اللحمة خلصت. هي فعلا مش محتاجة حاجة تانية غير كده. انا مش قادرة اقول لكم اصلا وانتي لسه بتعملي التتبيلة دي هي ريحتها خطيرة، واوفر واحسن من بره بمراحل. اكيسها واشيلها معايا في التلاجة عقبال ما اعمل الحاجة التانية. هبتدي بقى اعمل شاورما الفراخ. هنزل بالفراخ بتاعتي. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك معايا في القناة، ده شيء هيساعدني جدا. بعد ما نزلت بالفراخ هنزل بعلبة الزبادي التانية، التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون، هنا فصين توم، معلقة مستردة، وليمونة، وطبعا حبة خل، واقلب كله برضو على بعضه، وغطي عليها واشيلها برضو في التلاجة. او عايزة تشتغلي بقى بيهم على طول براحتك، بس طبعا الحاجة لما بتقعد في التتبيلة مدة اطول اكيد بتبقى احسن. هجيب بقى الطاسة بتاعتي، احطها على النار وفيها حبة زيت، انزل عليها بالشاورما بتاعتي. لازم الشاورما او الفراخ او اللحمة ياخدوا الصدمة دي، لازم الحاجة تبقى سخنة اللي هتنزل فيها، ده شيء اساسي. وبرضو هنا انا بعمل الفراخ، الزيت سخن ونزلت بيها. اول ما تشرب وتبقى تمام هبتدي انزل بقى بالخضار. زي ما واضح قدامكم كده هي شربت ميتها وتمام. هبتدي بقى انزل بالبصل، دي شاورما اللحمة اهو. وهبتدي انزل بالخضار بقى كله، وعليهم حبة مية صغيرين بس تكمل سوا مع بعض، بس حبة مية صغيرين مش محتاجة اكتر من كده. وادي الفراخ بتاعتي نزلت بالبصل والخضار، واقلب وحبة مية. اول ما تشرب المية بتاعتها كده خلاص الشاورما عندي بقت جاهزة، زي ما واضح قدامكم كده، سواء اللحمة سواء الفراخ. ابتدي بقى علشان اعمل السندوتشات. عندي تومية، هبتدي ان انا احطها في العيش الصاج ده، وهنزل عليها بشاورما الفراخ الاول. ابتدي اقفلها اهو من الجناب واعملها رول.
في ناس بتحط بطاطس طبعا، والناس بتحط خيار مخلل. انا ما كانش متاح عندي الخيار المخلل، بتبقى رائعة. خلصنا اول واحدة شاورما الفراخ، هبتدي بالتانية شاورما اللحمة. هنزل برضو كده بيها واقوم قافلة من الجناب والفها. خلص انا بقى بقية الحشو بتاعي، اقوم جايبة طاسة حاطة فيهم حبة زيت صغيرين قوي برضو سخنة. نزلت بأول شاورما معايا وادي التانية. مهم. زي ما واضح قدامكم انا، بس هي الحاجة كلها جاهزة، العيش بس ياخد اللون بتاعه اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. الشاورما اصلا وانتي بتعمليها بتبقى قلب ريحة البيت. هنا الحاجة بتاعتي خلصت، بوريكم. تحفة 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 تحفة، لازم لازم تجربوها بجد، هتعجبكم قوي ان شاء الله. هنا السندوتشات بتاعتي او الشاورما بتاعتي خلصت. مش السندوتشات، سوري. اتمنى يكون الفيديو اعجبكم، واتمنى بجد ان انتوا تجربوها برضو، وهستنى رايكم في الكومنتات.